أسباب كتير بتخلي الكبار والصغيرين يرفضوا إن هم ياكلوا القرنبيط المقلي. لما أجي أبص على الأسباب دي بلاقي إن هم فعلا عندهم حق. يعني أول سبب بيكون شارب زيت كتير جدا جدا، لدرجة إن هم لما بيجوا ياكلوا بيحسوا إن هم بياكلوا زيت مش بياكلوا قرنبيط. طبعا دي حاجة بتموع النفس جدا. تاني حاجة القرنبيط بيكون لونه غامق، برضو الشكل مش لطيف، يعني المفروض لما نيجي ناكله بيكون لونه ذهبي زي ما احنا شايفين كده، وتبقى حاجة تفتح النفس. تالت حاجة كمان القوام بيكون طري جدا جدا، وده طبيعي علشان هو شارب كمية زيت محترمة. هنحل النهاردة الثلاث مشكلات دول. هنعمل مع بعض القرنبيط المقلي بكفر كريسبي، كمان مش شارب زيت ولونه جولد زي ما احنا شايفين. مش هطول في المقدمة، هدخل في الفيديو معاكم على طول. عايزاكي بس في الأول تسمي بسم الله وتحطي اللايك، ولو مش مشتركة في القناة تشتركي. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجهز معاكم الخليط اللي انا هقسمه على اتنين، جزء هعمل منه الكفر السائل وجزء هعمل منه الكفر الجاف. هجيب هنا كوباية من الدقيق، عليهم ربع كوباية من النشا، هحط عليهم معلقة من البيكنج باودر، وملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وكزبرة ناشفة، وهنميكس كل الكلام ده مع بعض. طبعا في الوقت ده خلاص احنا بنكون سالقين القرنبيط بتاعنا 3 ارباع سوا. ما جبتش المقطع ده علشان ما اطولش عليكم الفيديو. كلنا عارفين القرنبيط بيتسلق ازاي، شوية مية ملح بكمون، وزي ما قلت لكم هنخليه 3 ارباع سوا. بعد ما خلطنا المكونات مع بعض هنزل ببيضة، وبعدين هزود المية بالتدريج لغاية لما اوصل للقوام يكون وسط، يعني ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي، يكون تقريبا نفس القوام بتاع الكريب او البشاميل اللي هو خفيف شوية. هقلب بقى كويس قوي لغاية ما اتأكد كده ان الدقيق اختلط بالمية بالبيض بكل حاجة. وبعدين هزود الخضرة. انا بحب هنا اضيف شبت وكزبرة وبقدونس، ممكن انت تضيفي حاجة واحدة لو انت بتحبي، يعني شبت بس او بقدونس بس او حتى كزبرة بس. بعدين هنزل بمعلقة من الفلفل الحار، ده فلفل احمر كريسبي، سوري سبايسي. وبعدين نزلت بفصين من الثوم. بس كده خلاص بتكون الخلطة السايلة معانا جاهزة. ودي طبعا الخلطة الجافة اللي احنا اخدناها من الخليط قبل ما نضيف البيض والمية. هجيب بقى القطعة بتاعة القرنبيط وبالراحة خالص كده هتعامل معاها لان احنا سالقينه 3 ارباع سوا. هنزل في الخليط السائل وهتأكد ان هي متغطسة كويس جدا في الخليط السائل، وافضل كده بالمعلقة احط عليها الخليط واتأكد ان القرنبيط من جوه، القطعة القرنبيط من جوه وصل لها الخليط علشان تكون واخدة كلها الطعم. وبعدين بالراحة خالص هطلعها من الخلطة السايلة وهنزل بيها في الخليط الجاف. وبرضو هتأكد ان كل مكان في قطعة القرنبيط اتغطت اللي هو الكفر الجاف. وهجيب بقى زي ما احنا شفنا كده يمين وشمال، هتأكد ان هي كلها اتغطت. في الاخر خالص هنفض الدقيق الزيادة. تمام، وبالراحة بفكركم تاني بالراحة علشان احنا سالقينه، عايزين نحافظ على شكل الوردات كده يبقى شكلها حلو برضو في التقديم. ادي كمان واحدة تانية بعملها معاكم، اتأكد ان الدقيق غطاها من كل ناحية. هنفض ايه زيادة. في الوقت ده انا بكون حاطة طبعا الزيت على النار بيسخن. عندك بقى ووك عميق، ما عندكيش يبقى حطي اي حلة حطي فيها زيت غزير ويكون سخن. هننزل بقى بقطع القرنبيط واحدة واحدة كده، وما تقلبهاش بقى خالص، ما تجيش جنبها خالص غير لما تلاقي اخدت لون من تحت زي ما احنا شايفين كده. اول ما لقيت ان هي بدأت تاخد خلاص اللون، لونت من تحت، هبدأ اقلب بالراحة برضو كده قطع القرنبيط لغاية بقى ما تاخد اللون الذهبي زي اللي موجود قدامنا ده. انا لا لعبة في الالوان ولا اي حاجة، لونها طبيعي جدا. بصوا كمان الزيت، يعني بصوا بصوا شكل الزيت وانا بطلع قطع القرنبيط، الزيت نظيف خالص. هنا انا بقلب القرنبيط، الحتت اللي من فوق دي برضو لازم اقلبها كده على وشها علشان هي كمان تتحمر. الزيت هنا زي ما بقول لكم نضيف خالص. ليه بقى؟ لان احنا حاطين الكفر، حاطين القرنبيط من الخليط السائل على الخليط الجاف. لان في ناس بتعمل الخليط السائل بس وتنزل بيه مباشرة على
مباشرة في الزيت، فبتلاقي بقى الخضرة عامت كده على الوش والشكل مش حلو خالص، وعشان كده بيطلع برضه طري لأن هو بيشرب زيت. إنما الcover بتاع الدقيق اللي هو الخليط الجاف ده بيقفل بقى القرنبيط كده وبيخليه يتحمر ويكون شكله حلو وما يشربش زيت. كويس. طلعنا بقى القرنبيط، طلعناه على مصفى او على شبكة يصفي الزيت، ما تطلعوش على مناديل. انت لو طلعتيه على مناديل برضو هيطرى، احنا عايزين نفضل محافظين على القرمشة اللي فيه. فهنطلعه على مصفى لغاية لما يعني خلاص يتصفى كل الزيت الزيادة اللي فيه، وهنقدمه بقى وهنجرنشه بشوية خضرة وطماطماية. اعملي بقى جنبه سلطة خضراء، فلفل مقلي، بطاطس محمرة. المهم في الآخر هنقدمه لهم بالشكل الحلو ده اللي يفتح النفس ده. شايفين يعني القرمشة ما شاء الله، يعني حتى أنا وريتكم في الفيديو كده إن هو قد إيه كريسبي. وبصوا هنا قدامكم التاني بوريكم الكفر بتاعه متماسك جدا. هفتح لكم من جوه لونه أبيض وشكله حلو قوي. لونه حلو جدا. بصوا هنا أنا مقدماه على مناديل مطبخ، المنديل حرفيا مش شارب نقطة زيت، ما فيش نقطة زيت على المنديل. شايفين لما شلت قطعة القرنبيط؟ أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة. أشكركم على المتابعة، ونتقابل في وصفة جديدة وفيديو جديد، وأشوفكم على خير.